من مي زيادة إلى خليل جبران. يا صديقي، لقد رأيت في صندوق البريد رسالتين من أوروبا وأمريكا، فوددت أن أرى رسالة منك. أريد أن تكتب إلي عندما تشعر بحاجة إلى ذلك، أو عندما تنيلك الكتابة سرورا. ولكن أليس من الطبيعي أن أشرئب إلى أخبارك كلما دار موزع البريد على الصناديق يفرغ فيها جعبته؟ أيمكن أن أرى الطوابع البريدية من مختلف البلدان على الرسائل حتى توابع الولايات المتحدة، وعلى بعضها اسم نيويورك واضح. غابت الشمس وراء الأفق، ومن خلال السحب العجيبة الأشكال والألوان حصحصت نجمة لامعة واحدة، هي الزهرة آلهة الحب. أترى يسكنها كأرضنا بشر يحبون ويتشوقون؟ ربما وجد فيها بنت هي مثلي، لها جبران واحد، حلم بعيد هو القريب القريب. تكتب إليه الآن والشفق يملأ الفضاء، وتعلم أن الظلام يخلف الشفق، وأن النور يتبع الظلام، وأن الليل سيخلف النهار، والنهار سيتبع الليل مرات كثيرة قبل أن ترى الذي تحب فتتسرب من مي زيادة. جميل. ما أجمل رسائلك يا مي، وما أشهاها، فهي كنهر من الرحيق يتدفق من الأعالي ويسير مترنما في وادي أحلامي، بل هي كإثارة أورفيوس، شاعر وموسيقي تحدثت عنه أساطير اليونان، سحر بأنغامه وحش الغابة وآلهة الجحيم، تقرب البعيد تبعد القريب، وتحول بارتعاشاتها السحرية الحجارة إلى شعلات متقدة، والأغصان اليابسة إلى أجنحة مضطربة. أستلطفك يا صديقتي، أستلطفك يا صديقتي أن تكتبي إلي، وأستلطفك أن تكتبي إلي بالروح المطلقة المجردة المجنحة التي تعلو فوق سبل البشر. فهلا تنحينا ولو ساعة واحدة عن تلك السبل المطروقة، ووقفنا محدقين ولو مرة واحدة بما وراء الليل، وبما وراء النهار، وبما وراء الزمن، وبما وراء الأبدية.